ماتش اللي هيخلي جماهير الزمالك يشجع الاهلي وجماهير الاهلي يشجعوا الزمالك، معرفش ازاي. المهم يعني ان في ماتش يوم 13 مارس ما بين الاهلي والزمالك، ولاعيبه الزمالك هتلعب في الاهلي ولاعيبه الاهلي هتلعب في الزمالك. استغفر الله. وانا قاعد دلوقتي شوبير اعلن الغاء المباراه الوديه الغريبه دي. والله العظيم الحمد لله انها اتلغت. يعني انا هشوف مصطفى شلبي بيلعب في الاهلي وعلي معلول بيلعب في الزمالك. ده جلد ذات ده ولا ايه؟ مش فاهم. الافاده الوحيده اللي الاهلي كان هيطلع بيها من الماتش ده ان احنا نشوف بنتايج بيلعب في الاهلي، عشان نشوفه هيقدم معانا اداء حلو ولا وحش عشان ناخده على طول. هو اصلا كان هيكون ماتش كل جوان عكسيه. يعني شيكابالا ده كان هيروح يجيب جوان في نفسه ويقوم رايح محتفل لجماهير الزمالك ويقوم رايح شتم جماهير الاهلي. ده الحمد لله انها اتلغت. احنا كنا هنشوف علي معلول بيتضرب من شيكابالا وهو شيكابالا لابس تيشيرت الاهلي. صباح الفل. احنا الحمد لله لعبتنا محترمه وبتعرف تاخد حقها من اي حد. بس الحاجه الوحيده اللي انا مستغربها ان جراديشار مثلا هيروح يجيب جون في الاهلي، هيحتفل ضدنا ولا هيعمل ايه؟ انا مش فاهم. الاقي بقى المعلق بيقول صديق الامس ومنافس اليوم قرفتونا في الايجيبشن ليج. كان المفروض الماتش ده هيقلل من تعصب الجماهير، بس هو في الحقيقه كان هيزود من تعصب الجماهير، فالحمد لله ان هو ما اتعملش.